مرحبا بكم أعزائنا المتابعين. اليوم نقدم لكم فيديو جديد ومميز، حيث سنتحدث عن أول خطوة قامت بها الفنانة دنيا بطمة بعد خروجها من السجن. في هذا الفيديو سنكشف لكم تفاصيل جديدة. اختارت الفنانة دنيا بطمة اعتزال مواقع التواصل عقب معانقتها الحرية وعودتها إلى أحضان عائلتها نهاية شهر يناير المنصرم، وسط ترقب كبير من قبل جمهورها ومحبيها لأول ظهور لها أو استئنافها لنشاطها الفني، وفي خطوة غير متوقعة وعكس فترة تواجدها داخل سجن الوداية بمراكش، حيث كانت تحرص على التواصل مع جمهورها من خلال تكليف شقيقتها ابتسام بطمة بنقل رسائلها بين الفينة والأخرى لجمهورها عبر حسابها الرسمي. ابتعدت الفنانة المغربية عن مواقع التواصل، ومن جهة أخرى عمدت دنيا بطمة على إلغاء متابعتها لمئات الأشخاص عبر حسابها، كما أحدثت تعديلات بالبايو الخاص بها، معلنة عن إدارة أعمالها الجديدة بدول الخليج والمغرب. وأعلنت عن تعاقدها مع أحمد العلي كمدير جديد لأعمالها في العالم العربي، في خطوة تعكس رغبتها في إعادة بناء مسيرتها الفنية بعد الأزمة التي مرت بها. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من ارتباط إدارة أعمال بطمة بزوجها السابق البحريني محمد ترك، الذي تولى الإشراف على مسيرتها الفنية منذ زواجهما في عام 2013 وحتى انفصالهما نهاية عام 2022. وفي الختام نشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لهذا الفيديو. نقدر دعمكم أعزائنا المتابعين المستمر لنا، ونعدكم بتقديم المزيد من الأخبار والتفاصيل الحصرية في الأيام القادمة.